شايفين في النص عامل ازاي اهو. طب ولا في اي ميه دخلت له يا جماعه، ليه كده؟ نحطه هنا ونشوف. دي نتيجة اللي يمشي ورا اي واحدة كده ويفرز وخلاص. شايفين ورق العنب يا جماعة؟ شايفين؟ حاسة ان لونه بنفسجي، مش عارفة، مع ان انا فرزته زي ما هم بيقولوا كده. جبته من غير ما اسلقه، وعلى طول كده رحت حاطاه في اكياس. وكمان انا بسترته بالورق اللزق البلاستر. تمام. كل ما افتح كيس القاه زي ما انتم شايفين كده اللون البنفسج ده. مش عارفه ده استخدمه ولا ده خلاص بقى كده يا جماعه. طب نفتح الكيس ده مع بعض تاني ونشوف هيبقى لونه ايه. ماشي يا جماعه، مع بعض كده هنفتح مع بعض ونشوف برضو هيبقى زيهم ولا ايه. طبعا زي ما انتم شايفين كده، انا بوريكم بس يعني حتى ما فيش ميه داخلاله. انا لفاه كذا لفاه يا جماعه كذا لفه زي ما انتم شايفين كده. بصوا اهو، مفيش اي ميه داخلاله عشان ما نقولش ان ايه في ميه داخله احنا فيه. ادي ورق العنب اهو، شايفين في النص عامل ازاي اهو. طب ولا في اي ميه دخلت له يا جماعه، ليه كده؟ نحطه هنا ونشوف. ده هنا مفهوش الكيس ده، يعني هو فيه بس مش كتير زي التانيين. طب اهو زي ما هم قالوا عملنا. ايه الغلط؟ طب قولولي ايه الغلط يا جماعه في اللي احنا عملناه في ورق العنب وبقى كده متفرز زي الفل. الفليزر ما بيتقفلش خالص عليه طبعا، شغال على طول. الله اما النور يقطع طبعا، النور بيقطع وبيجي وبنشتغل ما بيلحقش يعني يفك الكلام ده كله. ليه بقى كده؟ ليه؟ نلاقي الجزء اللي فيه بنفسج ده. طب ده كده خلاص بقى، شايفين دي كده ده خلاص يعني ما يتعملش، صح ولا ايه؟ مش عارفه.